بدنا نعمل سوا كوكيز كتير طيبين لدرجة إنه مين ما داقن انغرم فيهم. بدي 200 جرام زبدة بقطعها كيوبات صغار وبحطها بركوة على النار حتى تدوب، ما بدي إياها تغلي. كباية ونص سكر بحط فوقهم الزبدة يلي هي دايبة وملعقتين دبس خروب أو ملعقتين عسل. هون بنزل بالبيض، ما تعملوا مثلي وتنسوا تحطوا البيض حتى اضطريت اني نزلهم بعدين، بس ما تخافوا اذا عملتوا هالغلطة بضل فيكم تزيدوا البيض عليهم. شوكولا، والشوكولا هو أكتر شي بيطيب هيدي الوصفة. فيكم تحطوا شوكولات شيبس بس أنا بحب استعمل الشوكولا الأمير، بيعطيها نكهة كتير قوية. هون بلشت أقطعهم بالسكين بس ذكرت إنه بالشتوية بلبنان سقعة كتير، فشلتهم حطيتهم بالكيس وبالمدقة كسرتهم حتى صاروا بهيدا الحجم. حطيت الشوكولا فوق المزيج، 100 جرام بندق كمان بدقهم وبنزلهم فوقهم. وهون تذكرت اني نسيت البيض، نزلت البيضتين فوقهم فانيليا، نص ملعقة فانيليا وحركتهم. من بعد ما أخدوا بعضهم كتير منيح حطيت فوقهم 3 كبايات ونص طحين وملعقة صغيرة بيكنج باودر، بعجنهم مع بعضهم كتير منيح. وقبل ما أقرصهم بحمل فرن، بدي فرن حامي كتير منيح على حرارة 180 درجة. على صينية فيها بابي بير بلش أقرصهم، وحتى يطلعوا قد بعضهم بستعمل ملعقة وبقرصهم دوارات صغار صغار وبحطهم حد بعضهم، بس بترك مسافة بيناتهم حتى يكون في مجال حتى يرفخوا لأنه بيكبروا. وفينا حط عليهم سمارتيز كمان بيطلعوا حلوين. شوفوا كيف رفخوا. حطيتهم بالفرن على مدة 13 دقيقة حرارة 180 درجة، وهولي مش ممكن تذوقوا أطيب منهم. أنا بتحديكم جربوا وخبروني وادعولي. وما تفكروا انه دبس الخروب رح يعطي نكهة خروب، بيعطي نكهة السكر يلي هو أسمر وطيب، وطعمة البندق والشوكولا شي بياخد العقل. وبهالطريقة البسيطة بنكون عملنا الكوكيز الكتير طيبين، فيكم تاخدوهم لعند أصحابكم وفيكم تعطوهم سناك لأولادكم. وما بننسى شو؟ نفس بالطبخ. I love you all.